الفنانة أصالة، ايوه. إيش سر المعادلة الصعبة اللي تجمعك مع الشعب السعودي عشان توصل للمحبة هذه؟ ما بعرف، هي لها علاقة بربك، يعني هذا التماهي اللي ما بيني وبينهم، مثل ما هلا حكيت أنا بالمؤتمر. هذا التماهي اللي هو له يعني ما له حتى حدود معينة، يعني مو إنه الناس اللي بدوا معي من 30 سنة هن الناس اللي إحنا كبرنا سوا وهيك، لا. كلكم يعني الأجيال هيك كلها صارت بتجي من البدايات لليوم، هي كيف بتصير وفي بيننا يعني صداقة ومحبة. صداقة بمعنى الكلمة. أنا متأكدة إذا قعدت أنا وياك حتحكي لي كل أسرارك، صح ولا لا؟ مو حاسس بدك تقول لي سرك؟ طيب خلينا فهيك أول علاقة. أول حفلات شركة روتانا في موسم الرياض بجلسة مع الفنانة أصالة، إيش يعني لك أول شيء إنه تكون انطلاقة بجلسة وباسم حضرتك؟ كتير بحبلاش حضرتك، سولا يا سولا، انت رفيقي وصديقي يا روحي انت. كتير بحب فكرة الجلسة لأنه فيها شيء من روحي يلي هي هذا الدفى يلي بيكون ما بين الفرقة والمغنية وأنا يعني، وبين الناس. أنا بحب هاي البساطة، بحب الأخذ والعطاء، وفكرة إني أقعد معاهم وهن قاعدين في يحس ويحسوا. أعطيهم هذا الشعور إنه نحن قاعدين بمطرح واحد. وأنا من أول ما أطلع بحفلة من هالنوع بيكون هذا هدفي، كيف بدي أخلي كل الموجودين يحسوا إنهم قاعدين جنبي، مش قاعدين نحن بأماكن مختلفة. شكرا أبوي، شكرا يا حلو أنت، شكرا.